بعد اعلان خبر وفاه الفنان مصطفى درويش لقينا كل السوشيال ميديا مقلوبه، الناس كلها بتترحم عليه وتدعي له، الفنانين منهارين والاعلاميين ناس عاديه جدا. ده الاخطر من كده والاغرب من كده ناس ممكن تكون ملتزمه جدا ما عندهمش اساسا التلفزيونات في بيوتهم ومش متابعين اساسا الدراما المصريه، ومع ذلك بيترحموا عليه. وده اثار فضولي جدا، ليه الشخص ده كل الناس بتدعي له وبتترحم عليه وزعلان عليه كل الزعل ده؟ هو الصراحه ما اكذبش عليكم شكله من النوع يعني ملامحه هاديه جدا وتحس يعني في تقوى في وجهه. واكتشفنا هو في حواره اللي كان بيتكلم فيه مع احد الاشخاص على النت ان هو بالفعل بيصلي. طب ما جايز هو يكون ده سبب ان هو يعني قريب من ربنا فالناس بتترحم عليه. تمام، الصلاه جميله جدا، بس لقيت فيه كمان حاجات تانية بيعملها. قلت طب ما جايز يكون الحاجات دي زي ايه مثلا؟ زي اعمال خيريه كتيره بيعملها رحمه الله عليه. كان عنده مأجر شقة بيجمع فيها كل المساعدات والملابس اللي ممكن نجمعها والأكل، وبيتم توزيع الحاجات دي على المحتاجين. أو زي ما سواق الخصوصي بتاعه كان بيقول إنه كان متفق معاه إن هو يتقابل في يوم الوفاة عشان بيبقى معاه أظرف في كل ظرف فيه مبالغ مالية بتتوزع على الأشخاص هو عارفهم وكاتب أساميهم وعناوينهم وبياخدوا مرتبات شهرية منه. الله يرحمه. مشاركته في أعمال خيرية كتير، ومطعم بتاعه بيوزع وجبات كتير للفقراء والمحتاجين. قلت طب ما جايز موقفه مع الفنان شريف الدسوقي بعد بتر قدمه ومساعدته ليه مساعده حقيقيه مش مجرد دعم معنوي وبس، ما جايز ده يكون من الاشياء اللي خلت كل الناس بتدعي له وتترحم عليه. ولا جايز عشان هو شخصيه محترمه ما شفناهوش قبل كده مثل ادوار مش كويسه او حاجه يعني مبتذله او كده، ربما. ولا يكون عشان رعايته الام مريض السرطان اللي قعد 5 سنين مريضه وحتى رفض الزواج، وده من الاسباب اللي ادت يعني ان هو اتاخر في سن الزواج، اصر على انه يفضل مراعي امه الى ان توفاها الله يرحمها. وجايز تكون دعوتها اعداله لغايه دلوقتي. والله كل ده وارد جدا، كل ده وارد جدا يكون ده سبب ترحم الناس عليه وزعلهم عليه. يا ترى الصدقات اللي بيعملها وبره بامه واحترامه لذاته وكمان مساعدته للاخرين كل دي حاجات جميله وعلى الراس، بس هي دي السبب في كل الناس؟ طب والناس الملتزمه ما بتعرفش عنه حاجه واول مره تشوفه كان ايه سبب؟ والله لقيت نفسي قدام علامه استفهام كبيره لغايه ما بدات واحده واحده كده اخد بالي ان في حاجه مهمه جدا الراجل ده عملها. الصراحه كل الاعمال اللي قلتها دي كلها اعمال عظيمه جدا ويعني تخلي صاحبها في مكانه كبيره عند ربنا، لغايه موقف واحد هو ده اللي اثار كل انتباهي. طبعا ده ممثل ووارد جدا يتعرض عليه ادوار كتير، كان بالفعل بيمثل في فيلم اسمه الملحد. الفيلم ده اثناء ما بيمثل فيه ومثل فيه بالفعل 4 ايام فجأة امتنع عن التصوير واعتذر ومش هشارك في العمل ايه اللي حصل؟ لان الفيلم ده صاحب القصة بتاعته هو ابراهيم عيسى. طب عادي يعني ايه المانع في كده؟ ما هو في الوقت ده وبعد مرور 4 ايام من تصوير الفيلم صرح ابراهيم عيسى بكلام منتهى التخاريف لما انكر الاسراء والمعراج وقال الكلام ده ما حصلش وان فجأة قرر الفنان مصطفى درويش انه يتوقف تماما، انه مش هيشارك في اي عمل لابراهيم عيسى ومقاطع اي برنامج خاص بابراهيم عيسى. قال كلمات اتمنى ان ربنا يجعلها له في ميزان حسناته. قال ان الحرب دي ممنهجه وانا ما اقبلش اكون اداه للحرب ضد ديني، ولو الثمن هيكون ايه؟ قال الكلمات دي واعتذر لفريق العمل وقال انه مش هيقدر يكمل في القرف ده بنفس اللفظ ده. تخيلوا لما يقول الكلمات دي وهو عارف عواقبها هيكون عليه ايه. طبعا في شروط جزائيه هيدفعها، وممكن بكلماته البسيطه اللي قالها دي يلاقي منتجين وناس تانيين كتير يمتنعوا على انهم يخلوه يشارك في اي عمل، وهو ما كانش من الناس يعني المشهورين قوي في مجال التمثيل، وبالتالي اقول لك عشان تاريخه الكبير الفني يقدر ان هو هيسنده. لا، هو كان لسه بادئ في مشوار الصعود. وايه اللي يخليه جازف بمشواره الفني؟ واللي يخليه يقول كلمات زي دي؟ واللي يخليه يقول كلام هيدفع ثمنه كتير وهو عارف الكلام ده؟ الصراحه انا مش لاقيه القصاد اللي هو عمله ده غير حاجه واحده، وهو ده ظني ان يخلى كل الناس تدعي له. حاجه واحده، وهو عمل بالظبط بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي روته السيده عائشه عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه والعياذ بالله واسخط عليه الناس. هو بالفعل طبقه، هو التمس رضا ربنا حتى لو الناس هتبقى كارهه الكلام بتاعه ده او غاضبين عليه في الوقت ده، ومقابل كده لقينا سبحان الله لقينا رضا الناس عنه، ولقينا الناس بتترحم عليه، ولقينا الناس فاكرين له حاجات كويسه، والكل بيتكلم عن الاعمال الخير اللي كان بيعملها.
طب ايه يعني ايه الجديد؟ طب ما كلنا عارفين ابراهيم عيسى على ايه، وكلنا عارفين افكاره، احنا الناس العاديه اللي محدش بيسمع عننا. لكن لما يكون واحد زي ده مشهور وفنان، الوسط الفني هيسمع له. الانسان العادي اللي ممكن كلام ابراهيم عيسى يزعزع ايمانه وممكن يخليه يبدا يشك في دينه، بكلام واحد فنان زي ده ربما يثبت قلوب ناس ويرجعهم تاني لعقلهم، والكلام الملوث اللي بيقوله ابراهيم عيسى يرجعوا تاني لرشدهم ويخليهم يقولوا لا لا لا، احنا لا، الكلام اللي احنا ده اتربينا عليه واحنا عارفينه في ديننا هو ده الصح، والراجل ده افكاره غلط. هو ما حملش هم رزق بكره، ما حملش هم ان ممكن الناس تقول عليه ايه، ممكن يتعمل عليه حمله كبيره على النت عشان يتم محاربته، وعارف ان ممكن يحصل كل الكلام ده، بس هو اختار رضا ربنا، وعشان رضا ربنا اختاره دون عن كل اللي فات ده، فربنا يا رب يكون رضا عنه ويكون ارضى عنه الناس، ويكون وقت ما يكون في شده، وقت ما يكون محتاج دعواتهم هيلاقي الدعوات دي واصله لهم. الى جانب طبعا عملوا الخير وصلاه ده كلها حاجات كويسه جدا. الموقف اللي عمله ده شيء حلو قوي، حلو ان كل شخصيه معروفه وكل شخصيه مؤثره وممكن انها تاثر في الناس وممكن انها تخلي الناس ترجع لربنا وممكن تعمل اللي عليها. كلنا محتاجين ان احنا نذكر الناس، انت عارف الشيء الصح قول ده صح، عارف ان الشيء ده باطل او غلط قول الشيء ده باطل. ما تعرفش ايه اللي ممكن يتقل ميزان حسناتك، ربما كلمه خير قلتها او ان انت نبهت الناس لشيء معين هو ده اللي انت تحتاجه من كل في صحيفه اعمالك كلها. وبالتالي رحمه الله عليه الصراحه لا نملك الا اننا نترحم عليه ونقول يعني هو نعم النموذج، ويا ريت نلاقي نماذج زي كده كتير في مجتمعاتنا، ويا ريت نسلط الضوء على النماذج الايجابيه دي. احنا محتاجين حاجات زي كده الناس تقتدي بيها. مش غلط ابدا ان الناس قالت كان بيعمل خير كذا وكذا وكذا، هو ما كانش بيرائي والعياذ بالله، بس لما يتقال بعد وفاته ده شيء كويس عشان نقلد، علشان الناس تشوف ان في نماذج طيبه في مجتمعاتنا وعايشه معانا. لابد ان احنا كل شويه نظهر الشيء الكويس اللي بينا. اذا كان عجبكم الكلام ده فيعني ما تنسوناش بلايك، ونتقابل ان شاء الله في حلقات جديده. دمتم في امان الله.